الماكاكو البربري أو القرد الأمازيغي، وهي الفصيلة الإفريقية الوحيدة من المكاك، إذ أن جميع الفصائل الأخرى آسيوية، كما أنها القردة الوحيدة الموجودة في شمال الصحراء، وخلافاً لفصائل المكاك الأخرى فهي دون ذيل. يعيش قرد المغرب في جبال الأطلس في غابات الأرز قرب مدينة أزرو وجبل تزاكا والسفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط، ويقدر عدده بأكثر من 15,000 في المغرب ونحو 5,000 في الجزائر، إضافة إلى مجموعة في جبل طارق. 75 و900 وألف. جرى تسجيل القرد البربري ضمن الملحق الثاني للمعاهدة الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، الذي يتضمن أنواعاً يحدق بها خطر حقيقي. ومنذ 1980 أدرج في اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. القرد الأمازيغي وشجرة الأرز عنصران أساسيان في منظومة بيئية، حيث يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي، لأنه يتغذى أساسا على مجموعة من الحشرات، وفي غيابه يحتمل فقدان هذا التوازن نظرا إلى التكاثر الكبير لليرقات الناخرة لأشجار الأرز. تحظى هذه القردة في المغرب بعناية خاصة من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي تعهد منذ تصديق الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي بإنشاء شبكة وطنية من المجالات المحمية تمكن من حمايتها والإصلاح البيئي لمواطنها.